السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في كلام كده من بعد ما بيراميدز خد دوري أبطال أفريقيا ده خد مكانك. ده طبعا من إخواتنا البعدة الزملكاوية. وعشان أوريك بس إن أنت بتتعامل مع عقليات أصلا صغيرة، وأهم حاجة عنده المهم إن النادي الأهلي يخسر وما ياخدش الدوري أو ياخد أفريقيا أو أي حاجة. أنا هشجع أي نادي بيحاول يعكنن على الاهلي، بس مين يا ابني اللي يعكنن عليا؟ بيراميدز. بيراميدز بقاله 8 سنين يا ابني متأسس، خد دوري ابطال افريقيا، برافو. المهم الاستمرارية يا بابا. ما الاسماعيلي واخد الدوري ابطال افريقيا، هو فين دلوقتي؟ الاسماعيلي اتلغى له لائحة عشان يقعد في الدوري، ودي فضيحة. بمناسبة الإخوة الزملكاوية، أنا كان ليا واحد، يعني ليا ناس كانت بتتكلم تقول لك ده الأهلي خسر من ريال مدريد في كأس العالم للأندية. فأنت تبص تقول له ايرور. أيوه، أنا خسرت من مين؟ من نجع حمادي ولا مركز شباب ابو طرف ولا ايه؟ مش فاهم يعني. اصل انت خسرت من ريال مدريد 4-1 وفضيحة. بس انا ليا بقى ان الناس اللي بتتفرج على الفيديو ليها التعليق، فاتكلم مع عقليات ازاي؟ ده بيراميدز خد مكانك. خد مكاني فين يا بابا؟ دوري ابطال افريقيا 5 سنين. انا صاعد لسه قايلها لك في الحلقة اللي فاتت، 4 نهائيات انا واخدهم ونهائي انا خسرته بفعل فاعل. وخلي بالك انا واخد افريقيا على حسابك انت، لان صدق الشوالي قال لك القضيه دي مش هتبقى قضيه على المستوى اللي هو ايه الكروي، لا ده على مستوى سنين كتير. هيقعد النادي اللي خدها يتعافى بعدها بمليون السنين. ما عجبنيش تصريحات بعض الناس في بيراميدز، هاني سعيد وجده. وطبعا الطموح، هو الطموح يا ابني ان انا افضل قاعد 5 سنين عشان اخد دوري ابطال افريقيا؟ يا راجل ده احنا كاتبينها، ده كوكا اللي لسه عيل صغير بالنسبه لك واخد 4 افريقيا. مفيش لعيب في الزمالك قال لك يا عم ده انا طهقت، فقال لك لا خلاص ده انا هروح الاهلي وخدها زي امام. ولسه ان شاء الله زيزو كاس العالم للانديه. هو انتوا يا جماعه المقارنات اللي انتوا حاطينها لنفسكم، وانتوا مصدقين الناس اللي زي اسلام صادق واحمد عفيفي وخالد الغندور وعمرو الدرديري يعني والله انا مش عايز اشتمه واقول اهطل، بس يعني كاتب يقول لك اصل بيراميدز خد مكان الاهلي. امبارح كاتبها على الفيسبوك. يا ابني خد مكاني فين؟ انا البعثه مسافره يوم الاربع ده، مسافره تروح تلعب كاس عالم للانديه. بيراميدز لسه قدامه 4 سنين. 4 سنين يا باشا يكون حي وناس وماتوا ناس، وعلى ما يروح هناك هو هيبقى تصنيفه الرابع. يعني خلي عندك بس شويه عقلانيه يعني. طب اقول لك حاجه، موقع ترانسفير ماركت عمل تقييم لفرق القيمه السوقيه للفرق. الاهلي الاعلى في فرق افريقيا ب 45 مليون دولار السكواد بتاعه، ولسه لما اللعيبه اللي هتيجي. الزمالك السكواد بتاعه بكام؟ ب 14 مليون دولار. يعني ترتيب الاتحاد الافريقي للانديه الافريقيه، الاهلي الاول، صن داونز الثاني، بيراميدز خد مكانك، انت بقيت السابع. جمهور، يعني انا عايز اقول لك ايه، بيراميدز اشترى نادي الزمالك وخد جمهوره عليه ببلاش. فعزيزي الزملكاوي، انا مش والله انا مشفق عليك، انا مشفق على عقليتك. انت يا ابني انت مش موجود. انت بقالك كام سنه اصلا؟ وهرجع اقولها لك تاني، كان عندك اقوى مجلس اداره بقياده مرتضى منصور. شتمت الراجل وسرقته وقلته. على الاقل كان بيطلع ياخد حقك. انت مش موجود. دلوقتي المنافسه كانت زمان اهلي زمالك اسماعيلي، والاسماعيلي كان التالت. دلوقتي اهلي زمالك بيراميدز. دلوقتي بقى بقت اهلي وبيراميدز. انت فين؟ انت كمان شويه، انت بعد كده انا ممكن انساك. مش هيبقى في حاجه اسمها ديربي القاهره. شغل بقى الصرم اصل بيراميدز خد البطوله العادله، لا يا راجل. شغل كهن يعني، صرم نسوان. ده شغل صرم نسوان. طب ما الاهلي كان بياخد افريقيا، يعني ال 12 بتوعي كانوا من غير عداله تحكيميه. والله يا ابني فعلا. انت لو لقيت زملكاوي يبقى هتلاقي غراب ابيض. وانا هطلع برضو واقولها، مفيش غير واحد حقاني اتكلم بما يرضي الله عن الاهلي غير الهستيري.
اي حد تاني سواء بقى الصيدلي او الدكتور او مش عارف مين، كل دول بلح هجاصين، هيطلعوا يقول الحق ولو شوية وبعد كده يتوكل على الله، يروح ايه مع عنبر العقلاء مع الزملكاوية. عزيز الزملكاوي، يعني يوم 15 الافتتاح قدام ان شاء الله احسن لاعب في العالم ميسي. ما تنساش تتفرج عليها وتجيب تيشيرت انتر ميامي. حاجة تانية، الاخوات اللي هم مواليد، اللي هم في مصر، اللي هم مواليد حواري كاتالونيا، اللي هيشجعوا ميسي اصل كان في برشلونة وبتاع. حبيبي انت مصري، لو انت اهلاوي فانت هتشجع الاهلي، فكك بقى من شغل ميسي وفيسي والشغل ابو 2 جنيه ده. النادي الاهلي يا بابا. السلام عليكم.